الله الكابتن عدنان جابها اخوانا فيما يخص ابراهيم دياز الكره الذهبيه الافريقيه في المستقبل. وتذكروا كلامي، مين زي اخوانا يعني مبسوط بانضمام ابراهيم دياز، لكن لسه مش راكبه معاه ان هو لعيب افريقي دلوقتي وهينافس على الكره الذهبيه الافريقيه مع ابننا فخر العرب محمد صلاح ومع اوسيمين ومع اللعيبه اللي لسه مكمله في رياض محرز وساديو ماني. طبعا لعيبه انتقلت للدوري السعودي ففرصتها في المنافسه هتكون اقل، لكن ابراهيم دياز هو فعلا ملاحظه قويه جدا يا عدنان، مشروع كره ذهبيه افريقيه مش في المستقبل، هذا العام. هذا العام لعيب بيلعب في ريال مدريد، بدأ يلعب بصفة أساسية، بيقدم مستويات كبيرة، عنده نسبة كبيرة إنه يكسب دوري أبطال أوروبا، بنسبة كبيرة خلاص هيكسب الدوري الأسباني والبطولات المحلية في أسبانيا. فمش مشروع مستقبلي يا كابتن عدنان، انت نبهتني حاجه قويه جدا، هو مشروع هذا العام هينافس على الكره الذهبيه الافريقيه. يعني لو كسب دوري الابطال اتوقع عادي ان هو يكسب الكره الذهبيه الافريقيه وينافس كمان على البالون دور العالميه يعني. لعيب